سيتم إيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم، وذلك بسبب حصول حدث مؤسف وكبير بيتعلق بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا وغير الفيروسات اللي حكوا عنها. إن شاء الله ما تصير خلال المرحلة القادمة. نشوف جامعات ومدارس بترجع بتتسكر، هلا امتى وكيف ما بعرف. نعم. تلوث خطير ومقلق سيطال المياه، وذلك من جراء تعرضها لمواد سامة جدا، مما سيهدد حياة الملايين من البشر حول العالم. إذا مشاهدينا الكرام، كيف ما سمعتوا وشفتوا لهذا التصريح اللي تنبأت به الفلكية ليلى عبد اللطيف بظهور وباء أو فيروس جديد، واللي غادي يكون أخطر من كورونا وكينتشر بسرعة البرق. فراها ما كذباتش، وفعلا هذا الوباء بدا الظهور ديالو في دولة لبنان، وحذرت منه حتى منظمة الصحة العالمية. شوفوا معايا هذا الفيديو. إذا حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار وباء جديد لأوميكرون ويدعى آيرس، وانتشرت معلومات في لبنان أنه وصل إلى لبنان بسبب أعداد السياح والمغتربين الوافدين بأعداد كبيرة إلى لبنان. إذا مشاهدينا الكرام، ما بقى لنا غير نطلبوا من الله عز وجل يحفظنا ويحفظ جميع الدول العربية الإسلامية والمسلمة من كل مرض أو داء. وهنا كتبقى ليلى عبد اللطيف فقط فلكية، وكيبقى الجميع كيتسابق إلى مثل هذه التنبؤات من مؤيد إلى معارض.